لا في احنا عايزين تاريخ القديم، يعني صوصه من البدايه. هو من البدايه انا بقالي قعدت في النجوم 12 سنه. دي كانت بدايتك. هي بدايتي دوري بيبسي المدارس، ورحت فكنا بنلعب دوري بيبسي المدارس، فوصلنا نهائي تصفيات الجمهوريه، فالتصفيات الجمهوريه بتبقى في النادي هناك. ف... فكنا بنلعب، خسرت في النهائي التصفيات، فخدونا للموهوبين. كان لسه السنه بتاع فرقه 2003 دي بتتعمل جديد، تمام. فخدونا بقى الموهوبين وكده. فمن هناك بقى مضينا في النجوم. الكلام ده كنت من بدري، من 11 سنه او 12 سنه. يعني انت من المعمرين في النادي. لا انا قعدت في النجوم كتير قوي. عديت تحت ايد كابتن محمد الشيخ. اه طبعا. يعني حضرت كابتن محمد شيخ من تحت جامد كمان، هو كان بيجيبها من تحت. ايوه. طب مين اكتر شخص دعمك في حياتك؟ ابويا طبعا. ابويا من بدري جامد، يعني هو بيلف معايا الدنيا كلها. طب ايه اكتر موقف، تمام، اكتر موقف صعب عديت بيه في حياتك ومحدش يعرف حاجه كده بينك وبين نفسك كده؟ ما موقف حصل حوار في النادي النجوم وكده، ومحدش كان يعرفه خالص، او مش ينفع اقوله برضه. طب الموقف عدى ازاي من غير ما نتكلم عن حاجه؟ اتوقفت امم اتوقفت يعني اه احكي الموقف. اه اتوقفت في اسبوع كامل او اسبوعين. كان كابتن ابراهيم عبد الصمد رئيس القطاع وقفني اسبوعين لحاجه حصلت في الاوضه بتاعت السكن وكده. وبعدها يعني هم كانوا قايلين ان انا اللي عامل كده. فبعد كده بعدها باسبوع عرفوا ان مش انا، حد تاني، لما رجعوا الكاميرات والكلام ده. ايوه. فعرفوا ان حد تاني، فكلمني بقى كابتن ابراهيم بقى. وكنت انا بقى ساعتها رايح مروح من النادي بكلم ابويا بعيط، ازاي ما عملتش كده، فاهم، مظلوم بقى ومنهار بقى، وعمال اكلم ابويا. قال لي، راح كابتن ابراهيم قال لي انت موقوف اسبوع ومش هتيجي غير لما احنا نكلمك. قلت له خلاص ماشي، ومروح بقى زعلان. وكنت ساعتها بقى الفتره دي كنت قاعد في المنوفيه، يعني انا اصلا كنت في الجيزه، وخدنا سنه كده في المنوفيه. كان والدي واخد فرن وكده، فكنا قاعدين هناك. فروحت الكلام ده الساعه 12 بالليل، حتى مشيت من النادي، ما رضيش يبيتوني ومشيت تاني يوم. مشيت بالليل وروحت بقى، قعدت بتاع اكتر من اسبوعين. ولما عرفوا ان مش انا، كلمني بقى كابتن ابراهيم وكلم ابويا، وما تزعلش وحقك علينا هو بس سؤال ورجعت. كده بره هو والدك اصلا لاعب كوره؟